تعرضوا للهجوم أو كانت راح تنقتل بلبنان. فالقصة اللي صارت إنه بيسان جات رايحة لمنطقة اسمها الروشة بلبنان، جات تركب بيخت، وهناك شخص حاول ينصب عليها أو يطلب منها تدفع $100 للشخص الواحد. فبيسان حست إنه في شي غريب، فصارت بتسأل الزباين عن تمن الفردي اللي بيدفعوه، فقالوا لها $10. فلما شافها صاحب اليخت بتسأل الناس صار بيسبها وبيشتمها ويضربها، ودفعها وضربها على صدرها ويصورها وهو بيشتمها، وكل شي سواه فيها بس لأنها سألت على تمن اليخت. وأخذ محمود وصار يضربه، وصار أخذ سكين وصار يجرح له بإيده وجسمه رجله كل جسمه، وأخذوا على الخيمة وصار يهدده ويقول له إذا رحت وخبرت حدا بهالشي اللي صار راح أسوي لك وأعمل لك وراح أقتلك. شوفوا الفيديو وقولوا لي. مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ شو الأخبار يا جماعة؟ صار معي اليوم مشكلة. كنا نازلين على الروشة نحن العيلة كلياتنا، وكنا بدنا ناخد رحلة باليخت بهذا القارب. قلنا له بقديش الركبة؟ قالنا $100. قلت له كتير اوفر، كتير يعني ما بيركبوا بهالدرجة. انا فضول، يعني كان في ناس واقفة، قلت لهم قديش بالله يعني طالعين بالقارب هذا؟ حكولي $10، مدري $10 على الشخص. بصراحة ما فهمت، ولسه ما لحقت احكي معاهم هجموا علينا. صاحب البوت هذا وعصابته كلياتهم هجموا علينا، قالوا لنا انتم مين لحتى تحكوا مع زبايننا؟ يلا نقلعوا من هون، اطلعوا برا. وبلشوا يرموا علينا حجار، يسبونا بمسبات، مستحيل يسبونا بمسبات كتير كبيرة. طبعا طلع موبايله وصار يصورني، انا عم غطي هيك الموبايل، فصار يسبنا. اوكي، ويسبني إلي بالاخص مسبات جدا كبيرة ولا بنت بالحياة بتتحملها، وشال موبايله وصار يصورني وهو عم يسبني. اوكي، بعدين انا عم بعمل هيك مشان ما يصور، عم غطي الموبايل، بيجي برجله وبيرفسني هون. اوكي، بطلت اعرف اتنفس، بيرفسني هون، فبيصير بيرمي حجار علينا مشان ما حدا، يعني كان محمود وجوز خالتي هجموا عليه، صار يرمي حجار عليهم هون برقبتهم. اخر شيء صار يسبني مسبات كتير كبيرة كتير كبيرة، ويضربنا بالحجار، لك حتى الولاد ضاربون. اخر شيء اخذوا محمود على مثل خيمة وصاروا يخنقوه ويهددوا بالقتل، وقال له اذا بتشتكي علي او اذا بتقول لحدا خلال 3 ايام رح يكون منشور الفيديو، وانا انسان ما حدا بيوقفني، انا الدولة هون. اسمه محمد العيتاني، صح؟ محمد العتاني او العتاني، ملقب بابو عمر بالروشة، عامل انه انا ما حدا يا جماعة اسمه محمد العيتاني، ملقب بأبو عمر هنيك بالروشة على أساس معروف، وقال لي أنا الدولة هون، أنا ما بيسترجي ولا حدا يوقفني. فأنا هلا حاليا قدام مخفر ببيروت، بطالب هذا الفيديو يصير قضية رأي عام ويتاخد حقي، لأنه هددوني بالقتل وصوروني وغلطوا علي وما خلوا شيء. ولمحمود هلا بنزلكم صور الضرب اللي على جسمه، هجموا عليه 100 شخص هو وعصابته. اوكي، فبتمنى من حكومة لبنان انه تاخذ لي حقي، بس هي القصة. بس انا كثير مظلومة، فبتمنى من حكومة لبنان ما تسكت على هذا الشيء. وهو اجى على المخفر هلا وصار يحكي لي انا معي 1,000,000 نسخة، بدي شو فيكي تعملي، يعني ما في غيري رح يحبسك من الله رب. يعني انا والله ما بعرف شو احكي. يعني بصراحة نحن عيلة، كيف بيهجموا علينا 100 شاب؟ ما بعرف مدري كم شاب هجموا علينا، نحن معنا شابين جوز خالتي ومحمود، لا عرفوا لا يدافعوا عني ولا يدافعوا عن الاولاد ولا يسكتوا هدوك. يعني 100 شخص جايين، لك طفل عمره 6 سنين لسه ما صار لهم ساعة واصلين، عمره 6 سنين
تضربه بالحجار، تضربه بالحجار. انت ما عندك قلب ولا عندك رحمة ولا عندك اخلاق. نحن هون ناس جايين زيارة سياحة، وبنعرف دولة لبنان دولة القانون والامن والامان، وما راح يرضوا بهالشي. اي حدا عم يشوف هالستوري اذا بترضاها على حالك اسكت. مسبات، شتم، عنف، تصوير، ابتزاز، تهديد، شو ما بدكن، كل الشغلات، شو ما بدكن ساووا، شو ما بدكم. نحن اولاد والله. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. بس يا جماعة، حابة أتشكر كثير كثير القضاء اللبناني ودولة لبنان. الشاب تم توقيفه وحولوه للقضاء. شكرا كثير كثير يا جماعة لكل حد عم يطمن علي. أنا بخير، محمود بخير، خالتي بخير، والولاد الحمد لله بخير، وجوز خالتي بخير، كلنا بخير الحمد لله. وبس في لسه أشخاص برا، بس الحمد لله على كل حال. شكرا كثير كثير للقضاء اللبناني ولأي شخص ساعدنا. شكرا.